ليس بصحيح ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولماذا تكون هذه الرواية صحيحة ثم لم ينقلها العلماء والمحدثون وتأتينا بأسانيد برجال ثقات وأثبات؟ هذه الرواية ليست بصحيحة. وأنا أقول يا دكتور، نعم، ومع احترامي لكل المشاهدين، بالله هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي ملأ من الصحابة ثم يتواطأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا الأمة، وفرضا أنهم نقلوا ذلك، ثم يتواطؤون لسحب الخلافة عن علي ويتعاضدون على إحرامه؟ ثم هناك أمر ترى أورده بعض علماء المسلمين يقول، أنت معي دكتور؟ يقول بعض علماء المسلمين افرض أن الصحابة قاموا بالأمر وأنهم تآمروا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلحبوا من الخلافة. الواحد الأحد الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن تكون هذه الأمة الخاتمة والرسالة الخاتمة، ألا ينصر علي بن أبي طالب ويجعل الخلافة فيه ليقوم الدين في الأرض؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرى المسلمون يتآمرون على علي بن أبي طالب ويسحبون لأبي بكر ويقول الوصية، ويبدأ أبو بكر فيصلي بالناس في المساجد وعلي بن أبي طالب يصلي وراءه، ويسكت علي ويسكت أقاربه ويسكت الذين حضروا. يا أخي لا قدرا ولا شرعا ولا حالا. الإنسان لماذا نعمل عقله الإنسان؟ هل يعني يتواطأ المسلمون ثم ربنا سبحانه وتعالى يترك الأمر لهم في أعظم شيء وهي الخلافة الراشدة ويتركها لأبي بكر، مع أن مثلا خلافة أبو بكر خاطئة وخضع ظلما عدوانا، ويخطب المسلمين ويوزع صدقاتهم ويصلي بهم ويعدل فيما بينهم ويحكم فيما بينهم وأهل البيت جالسون واقفون حاضرون، ثم تضيع خلافة الأمة. معنى ذلك أنه لم يكن هناك أن الأمة قد غوت وظلت في مجموعها وقد ارتكبت خطأ فاحشا في تاريخها، وهذا خلاف مهما بحث الإنسان يلتمس دليل عن هذا الرأي المخالف يجده من أبطل الآراء جميعا.